المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مهله نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. برنامج لتطعيم 400 ألف ضد السحاي في الأوسط. اختتام ورشة الحملة الخضراء. أنشطة تشجير ناجحة في مندفر. مقتل نحو 30 في انهيار أرضي بمنجم ذهب في تشاد. عشرات القتلى جراء زلزال قوي شرقي اندونيسيا. وإجلاء الآلاف بسبب سيول في غربي الهند. السلام عليكم ورحمة الله. يشهد الإقليم الأوسط استعدادات لتطعيم أكثر من 400 ألف مواطن من عمر السنة وحتى 30 سنة ضد مرض الصحائي. وضح مدير مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط الدكتور تسفاي سلمون في الاجتماع الذي عقد في 26 من سبتمبر الجاري في عدو قعداد على مستوى الإقليم الأوسط أن 11 نوعا من أنواع التطعيم تقدم في إريتريا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقدم فيها التطعيم ضد السحائي على شكل حملة شاملة باستثناء التطعيم المقدم للمسافرين. وقال إن اللقاء يهدف لتقديم المعلومات وتعبئة الموارد وتوعية المجتمع للحملة التي تنطلق منتصف شهر نوفمبر. وذكرت مسؤولة صحة الأسرة والمجتمع في المكتب الممرضة دهب سلمون تجهيز 417 نقطة تطعيم في المؤسسات الحكومية والمدارس ورياض الأطفال وغيرها لتمكين الجميع من التطعيم. وسينفذه 263 فريق صحي. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد قبرهنس والدقرقيس إن أنشطة التوعية المسبقة مهمة لإنجاح الحملة الصحية. ويخدم تطعيم السحائي لمدى العمر بأخذه مرة واحدة. اختتمت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الأراضي والمياه والبيئة بالتعاون مع مكتب الاتحاد الأوروبي في إريتريا من 23 وحتى 26 من سبتمبر حول الحملة الوطنية للتنمية الخضراء. وهدفت الورشة التي شارك فيها أعضاء من مختلف الوزارات والاتحادات الوطنية ومهنيين من إثيوبيا هدفت لتعريف المشاركين بالحملة الخضراء وخلق فهم مشترك، وبحثت سبل التعرف على الموارد الطبيعية والتصدي لتأثير التغير المناخي وإدارة النفايات وقضايا أخرى. وقالت مديرة الإدارة البيئية والمراقبة في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيدة أستير ردزجي لوكالة الأنباء الإريترية إن النمو الاقتصادي يرتكز على الموارد البيئية، وإن الإنسان هو المسبب الرئيسي للتغيرات التي تحدث في البيئة، موضحة بأن الورشة مهمة للعمل التطبيقي لإدارة البيئة إلى جانب وضع المشاريع والنقاش. من جانبه أوضح مدير برامج مكتب الاتحاد الأوروبي في إثيوبيا سيد مير شارغاو إن تبادل التجارب التي جرت في الورشة تساعد للعمل المشترك لإيجاد حل للمشاكل البيئية المشتركة. ودعا مسؤول البيئة في الإقليم الأوسط السيد مولو برهان قبريوهنس جميع المواطنين لاتخاذ المبادرات المسؤولة لحماية البيئة. وأوضح المشرفون على الورشة من المكتب المركزي للاتحاد الأوروبي في بروكسل إن المشاركة المتنوعة في الورشة ساهمت لفعالية وتنسيق المهام، داعين لتطبيق القضايا التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها. هذا وشارك في الورشة 40 شخصا من وزارات الأراضي والمياه والبيئة والتعليم والتجارة والصناعة والزراعة والثروة البحرية والصحة والمالية والاتحاد الوطني للشباب والطلبة ومفوضية الماشية والغلال وغيرها. عقدت وزارة الزراعة ورشة عمل في أسمرة في 27 من سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للسيطرة على داء الكلب لمكافحة هذا الداء الخطير المتنقل من الحيوان إلى الإنسان. وأوضح وزير الزراعة السيد أرفاين برهي في الورشة التي نظمت ليوم واحد بحضور ممثلي أقسام الوزارة والكادر الصحي والزراعي إن مكافحة داء الكلاب ليست مسؤولية وزارتي الزراعة والصحة فقط، معربا عن ثقته لاستئصال المرض من إريتريا بتضافر جهود الإدارات والشعب.
وأوضح المسؤول البيطري في وزارة الزراعة الدكتور يوناس والدو أن داء الكلاب يمكن مكافحته بالتطعيم، وقد ظل العمل جاريا بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأدوية الكافية وتطعيم الكلاب المنزلية والتخلص من الكلاب الضالة، وإن الورشة تهدف لتقييم المهام المنفذة والدفع بالتعاون. أشارت المعلومات المقدمة في الورشة عن الإقليم الأوسط إلى تطعيم 8600 كلب والتخلص من حوالي 6000 كلب ضال. وذكر تقرير الإقليم الجنوبي وجود داء الكلاب في 12 مديرية، ومن المهم إدخال التطعيم لوجود أكثر من 20 ألف كلب بالإقليم. أوصت الورشة لإعادة النظر في المبلغ المالي المخصص لتطعيم الكلاب في الإقليم الأوسط والتوعية الصحية بهذا الداء. وقال المدير العام لقسم التنويع الزراعي في وزارة الزراعة السيد حروي أسقدهم في الكلمة الختامية إن الآراء المطروحة في الورشة إضافة إلى مسودة وزارة الزراعة ستقدم إلى الأقاليم شهر أكتوبر القادم لإثرائها وتطبيقها. وينتقل داء الكلاب عن طريق عض الكلاب المريضة للإنسان وقد يعرض للوفاة. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين سمينار للشباب العمال في مدينة مصوى حول المشاركة الواعية للشباب في برامج التنمية. وقدم السيد صالح توضيحا موسعا حول الهوية الوطنية الإريترية القوية التي نمت في السنوات العشرين الماضية وقبلها، بالمقارنة مع دول الجوار والمسؤولية التي تحملها للشباب مرحلة الشراكة والصداقة المبشرة الراهنة. وقال لا يمكن نسيان الماضي لاستشراف المستقبل، موضحا بأن الهوية الوطنية الإريترية القوية ثمرة القيم التي تطورت في الأوقات الصعبة، مشيرا إلى تنفيذ مهام مشهودة لنقل الفكر الموحد الذي خلق في فترة النضال. وذكر أن الوحدة والوطنية التي تطورت إلى جانب التضحيات الكبيرة للاستقلال والدفاع عن السيادة هي أساس وجودنا، وعلى الشباب إدراك مسؤولية الأمانة الملقاة عليهم لضمان استمرارية الوطن. ودعا الشباب لتحويل العهد الجديد لمصلحته ومصلحة الوطن والحفاظ على قيم المجتمع. ودعا المشاركون لمواصلة اللقاءات التي تعزز من وعي الشباب. أعلن خبير الثروة الغابية والحيوانات البرية في مديرية مندفر السيد ولدو قبل قرقيس نجاح أنشطة التشجير التي جرت في السنوات الثلاث الماضية، وأشار إلى غرس حوالي 6608 شتلة خلال هذه السنوات نجح منها ما نسبته 70%. وقال إن مبادرات الأفراد والمؤسسات العامة كانت العامل الأهم للنجاح، ونمو الأشجار المغروسة في شوارع المدينة نتيجة الرعاية. من جانبه أشار خبير حماية التربة وحفظ المياه في المديرية السيد مكنن فساي إلى أنشطة واسعة لبناء المدرجات والحواجز المائية. وأكد مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبة أن أنشطة تشجير مرضية قد نفذت في المديرية، وسيتم دراسة مناطق التشجير مستقبلا. دعا مسؤول مكتب وزارة السياحة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد مقوس أسقدهم دعا المرافق الخدمية في مدينة قندع لتقديم خدمات جيدة وتوخي النظافة. وأوضح لدى لقائه أصحاب المرافق الخدمية إن قندع تقع في خط أسمر مصوع الهام وتستضيف الزوار بكثافة ويجب تقديم خدمات مرضية. من جانبه دعا مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى الحاج المرافق الخدمية للتقيد بالقانون والتعليمات، وطلب أصحاب المرافق الخدمية السماح لهم بإدخال المعدات الجديدة وضمان توفير الغاز ومنحهم القروض. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار. قال وزير الدفاع التشادي أن انهيارا أرضيا في منجم ذهب في شمال غربي البلاد أودى بحياة نحو 30 شخصا. وقال وزير الدفاع محمد سالة لرويترز إن المنجم الذي يقع قرب الحدود الليبية انهار في وقت مبكر، وربما لا يزال هناك ضحايا آخرون تحت الأنقاض.
قال مسؤولون وشهود إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء زلزال بقوة 6.5 درجة هز إقليم مالوكو شرقي إندونيسيا، وألحق أضرارا ببعض الأبنية ودفع سكانا للفرار إلى المرتفعات. وقال مسؤولون بإدارة مكافحة الكوارث إن الهزة وقعت في الصباح الباكر، وأفاد قياس في بادئ الأمر بأن قوتها 6.8 درجة، وأيقظت السكان في عدة مناطق منها مدينة أمبون عاصمة الإقليم الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من مركز الزلزال. لكن الوكالة المعنية برصد الزلازل استبعدت حدوث موجات مد بحري عاتية أي تسونامي. وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن العديد من المباني والمنشآت العامة تضررت من الزلزال، ومنها مباني حكومية وجامعية، ورصدت شروخ في جسر رئيسي في مدينة أمبون. وقال ويبو إن أضرارا كبيرة أصابت عشرات المنازل، ولاز نحو 2000 شخص بالفرار في أنحاء الإقليم، ويحتاجون إلى خيام وطعام ومياه للشرب وأدوية وأغطية. قال مسؤول حكومي إن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا حتفهم، وفقد 6 آخرون بعد أمطار غزيرة وسيول اجتاحت مدينة بوني غربي الهند والمناطق المجاورة لها. وأضاف المسؤول ديباك ماهيشيكار مخاطبا رويترز إن أكثر من 28 ألف شخص تم إجلاؤهم من مناطق منخفضة، وأن الإدارة المحلية في حالة تأهب لهطول المزيد من الأمطار. وقال مسؤول من هيئة الأرصاد إن بوني التي تبعد نحو 200 كيلومتر شرقي مومباي المركز المالي للهند تعرضت لأمطار بنسبة تزيد عن 113% عن المتوسط منذ بداية الأمطار الموسمية في أوائل يونيو. وتشهد منطقة جنوب آسيا أمطارا موسمية سنوية بين شهري يونيو وسبتمبر تسبب وفيات ونزوحا كبيرا للسكان. تمكنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من الحصول على رؤية غير مسبوقة لثقب أسود يبتلع نجما بحجم الشمس في مجموعتنا الشمسية ويمزقه، في رصد هو الأول من نوعه الذي يتم التوصل إليه. وتعتبر عملية الرصد الفلكي الجديدة هذه التي سمحت للعلماء برؤية ظاهرة الكارثة كما حدثت الأولى على الإطلاق، التي يتمكن فيها العلماء من مشاهدة الحدث المذهل مباشرة بهذه الطريقة. ويطلق على هذا الحدث النادر للغاية الذي يحدث مرة كل من 10 إلى 100 ألف سنة في مجرة بحجم مجرتنا درب التبانة، يسمى اضطرابات المد والجزر وفقا لدراسة نشرت مؤخرا. ورصدت ناسا الحدث الفلكي النادر جدا الذي جرت أحداثه على بعد 375 مليون سنة ضوئية بواسطة التلسكوب الفضائي لبرنامج ناسا الاستكشافي الذي أرسلته الوكالة إلى الفضاء للبحث عن عوالم أخرى، ولكنه يسمح في الوقت ذاته للعلماء بالبحث عن ظواهر أخرى في الكون. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.